السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في كويزين أم جليل. حبيباتي، اليوم حبيت نفتح لكم هذا الفيديو بهذه الباقة تاع الورود هدية مني بمناسبة العيد المرأة، ونقول لكم كل عام وانتم مهنيين ومرتاحين وبصحة جيدة، آمين يا رب. المرأة هي الأم، الأخت، الرفيقة، الصديقة. كلكم نهدي لكم هذه الباقة تاع الورود ولجميع نساء العالم وخصوصا المتتبعات التوعي. وش نقول لكم حبيباتي، اليوم حبيت نشارك معكم كيفية حفظ الميني بيتزا في الكونجيلاتور، ونعطيكم ميم لابات وفريمون تجي اروع ما يكون. راح ندير اليوم لابات بالسميد والفرينه. قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. فوالا، عندي هنايا كاس ما، وعندي كاس حليب، نص كاس زيت، غرفة تاع حليب بودرة، عندنا حبة تاع البيض كنت كسرتها، ونخلط بالفوي. غرفة تاع خميرة الخبز، غرفة تاع السكر، ونحركو. عندي كاس سميد، انا السميد راني مغربلاتو، ونحرك ايضا. فوالا، نزيد الكاس الثاني، الكاس الثاني، ودوكا هنا نخلو الخميرة تاعنا تتفاعل، ومن بعد نكملو بقية الوصفة. فوالا، هنايا بعد ما تفاعلت لنا العجينة نحبطو هذاك الخميرة هذيك، ونجيبو الفرينة. عندي هذا الكاس الاول تاع الفرينة، ونحركوه هنا غير بالمغرفة ولا سباتول ولا هذا ما كان. وش حبيت نقول لكم حبيباتي، هذه البيتزا تاع السميد فريمون تجي ولا اروع، تجي مقرمشه وتجي بنينه بنينه ما شاء الله. مازالها محتاجة فرينة. هذا الكاس الثاني، دوك انا هنايا راح نديرها تتعجن في البيتخان، ومن بعد نولي لكم كيش جات العجينه. هنا بعد ما تعجنت نديو لها شويه زيت، ونزيدو نخلوها تخمر pour la deuxième fois. باسكو شوفوا العجينه راهي شويه تتلاصق. دوكا نخلوها تخمر pour la deuxième fois، ومن بعد نوري لكم كيفاش نكمل نخدمها. فوالا، هنايا شوفوا بعد ما خمرت العجينه، دوكا نجيب كوبات
فوالا ونقلب. هنا الا شفنا العجينه تلصق بزاف نديرو شويه زيت في يدنا. ها هي حكمت روحها، ونقطعها هنا على 2. نفوت نخدم الجزء الاول ومن بعد نزيد نخدم الجزء الثاني. شوفوا دوكا ماهيش تتلصق، ها هو خفيفه. هاي العجينه خفيفه ما شاء الله. دوكا هنا كيفاش راح ندير؟ عندي هنايا السميد، انا حبيت نحلها اليوم بالسميد، مش حابه ندير لها كاع الفارينه، درت لها في العجين بركات. حبيتها اليوم بالسميد تجي كروستيونت، تجي تتقرمش. فوالا نحلو العجينه تاعنا وراح نقطعها بهاد لومبورت بياس. وبالسميد تجي صحيه اكثر من الفارينه. وحبيت نقول لكم تاني ما تعجنوهاش بزاف، ماشي كي انا درتها في البيتخا، مي بيدكم تقدروا تعجنوها غير حوالي دقيقتين برك. فوالا دوكا بعد ما حليتها نطبعها. تحبوا تطبعوها بهذا الكوتي تحبوا هذه، انا حبيتها بالسمبل. هادو سي دي ميني بيتزا، واللي يحب يديرهم اكثر شوفوا لومبورت بياس شويه كبير وديروا به. انا حبيتهم غير صغيورين، مانيش باغيتهم. انا في رمضان ديما نحب نديرهم هكا سي دي ميني، نحبش نديرهم انايا الكبار. فوالا دوكا انا نكمل نطبع، وبعد على بعد ما طبعتهم نحو لهم العجينه الزايده نخلوها تريح، باسكو لو كان نحلوها دوكا تتكمش. الوغ يفو ميو نحطوها دو كوتي تريح. ونجيب السنيوه تاعي ونوري لكم كيفاش راح نزيد ندير لهاد. نحطهم في السنيوه ونشعل الفوغ تاعي على 200 درجه. هاي لكم السنيوه تاعي ندير لها شويه تاع السميد. انا نحب نطيب فيها السنيوه، طيب روعه تاع اينوكس، عندها سنين وسنين هاد السنيوه. فوالا هنا بعد ما حليتهم وقطعتهم نزيد نواسيهم بهذه هكا في الوسط. واللي ما عندهاش هذه دير بالكاس، ونتقبهم بيان سور باش ما يطلعوش في الوسط، باش نلقاو نديروا لا فارس. فوالا دوك نديرهم في السنيوه ويطيبوا ومن بعد نوريهم لكم. ونطيبوهم ابلون، ما يطيبوش، ما لازمش يطيبوا حموره. هنا كيشوفوها غليظه شويه نزيدو نرقوها ونتقبوها هكذا، نتقبوها غير في الوسط باش يطلعوا لنا لي كوتي والوسط تبقى حابطه. فوالا هكا نتقبها في الوسط ونديرهم. هاوليكم كيفاش يطيبوا في البلون هكذا، طيبوهم ابلون. شوفوا في الوسط قعدوا شويه ماشي طالعين، وفي الطرف طالعين هكا. دوكا كي يبردوا نوريكم كيفاش نحتفظوا بهم. ودوكا نوريكم كيفيه الاحتفاظ بهاد لي بيتزا. شوفوا كيفاش طيبتهم ها في ابلون. ها ما نخلوهمش يطيبوا حتى يتقرمشوا، نطيبوهم هكا. دوكا انا واش راح ندير؟ نفرش هذا من الداخل هكا، وندير مثلا نديرو 10 2 4 5 5 5 6 7 8
9 10. ندير 15 انا باسكو يحبوا ياكلوا لي صالي في رمضان. 14 اي 15. فوالا هكا نديرهم هكايا. هادو الكنز الاولين توجور نسيباري به نسيباريهم مع بعضاهم. نديرو لهم هاد لو بابي فين. فوالا نزيد دوكا كنز منا 2 4 6 8 10 12 14 اي 15. فوالا نزيد ندير الكنز الاخرى هنا تاني هكا. وما تخافوش كي تسحقوا تجبدوا غير لا كونتيتي اللي راكو باغيينها و ما تخافوهاش ما تلصقش مع بعضها باسكو رانا مسيبارين بهاد لو بابي فيلم هذا. ما تخافوش. دوك انا نكمل نستفهم هكا ونغلقوا عليهم ونديرهم في الكونجيلاتور. انا نكمل نستفهم كاملين ومن بعد هذه هي. وهذه هنايا عبرتها. هذه هنا شوفوا ها طيبتها ابلون ودوكا كي حبيت ناكل هاني عمرت منها شويه. ها هيك شوفوا شوفوا دوكا عمرتها وخليها طيب. فوالا هامنيكم كيفاش وسيتهم غلفتهم. دوكا نغلق عليهم ونديرهم في الكونجيلاتور هكا باش ما يقيسهم والو لا ميديتي لا هكا. وكل ما نحب نجبد هامنيكم. هذا هو الفيديو عفوا تاع نهار اليوم. ان شاء الله ينال اعجابكم ورضاكم. دوكا عليكم بلايك وابوني وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. هذا فضل منكم وليس امرا. وكل ما ندير هكا تحضيرات رمضان نشارك معاكم باش نعطيكم دي زيدي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.